اهلا اهلا الغزالات ديالي، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحه بخير؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال وفي احسن مورال. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. هذا النهار غادي يكون ان شاء الله واحد النهار سبيسيال اللي كيعجبني كنموت عليه، وهو النهار اللي نشري فيه الملابس ديال العيد لولادي وليا وللزوج ديالي، النهار اللي نوجدوا فيه الحلوى، النهار ديال الاستعدادات الاخيره ديال ان شاء الله باش نرحبوا بعيد الفطر. واخا غادي نودعوا رمضان، ولكن حتى العيد الصغير ولا عيد الفطر كنفرحوا به بزاف، فكيعجبني انا بزاف. ملي كنت صغيره وانايا كنفرح بزاف انه ملي يجي العيد الصغير. انا عارف كيكون واحد الشعور يعني مختلف البنات. فقلت لا نديكم معايا هذا النهار ان شاء الله كامل. نمشي نشري كسيوات، نمشي نختار، نوجد الحلوات مع بعضياتنا. المهم النهار كامل اشنو غادي ندير فيه غادي نشاركو معكم، وما تديوهاش البنات على الصوت ديالي لان راه ضربني البرد. آه ديما هكا مين يجي يقرب العيد، اما تخرج داك سخانه في الشنايف، اما تخرج شي حبه في الجبهه، اما تيضربك البرد الصوت يطير. المهم انا جاتني بهاد المره بالصوت، اللهم جاتني البنات بالصوت ولا تجيني بشي حبه في وسط الجبهه. هنا الغزالات ديالي دخلت للدار. غادي نشارك معكم هكا فيت في هكا المشتريات على حساب العيد، يعني ملابس العيد ديال وليداتي وديالي ان شاء الله. المهم غادي نبدا لكم هكا. مشيت انا لكيابي باش شريت لولادي، مشيت لكيابي البنات يعني رخيصه وتلقاي له شويه اللي بغيتي، وكاع بالنسبه كاع لاش كامل. اول حاجه غادي نبدا لكم بولدي لقمان. اشنو شريت له؟ ها هو هنايا. شريت له البنات هاد لا شوميز كتجي على هاد الشكل، هي مكيابي. هذه جبت لها معها الكرافطه لانه العيد راكم عارفين كتجي هكا، هاي تجي هكا البنات، شفتوا كتجي على هاد الشكل. المهم ديت له هكا شوميزه هكا مع الكرافطه ديالتها. بالنسبه للجين ديت له هكا سروال جين، هذا بلو جين هكا كلير. وبالنسبه للجيلي فوقاني لان مازال الدعوه شويه عاد بارده، ديت له هكا جيلي هكا، عجبني لا كاليتي ديالته واعره البنات الصراحه. ها هي، هذا هو ولدي الكبير. الكسوه ديالته ديال العيد ان شاء الله. ديت له واحد التريكو زياده لانه بحالتي الا هذيك لا شوميز وسخوها لي، فعلى الاخر راكو عارفين بما بعد ما غادي يخرج يضيف وبنات بعد غادي يجي عندي الضيف، يجيو عندي الضياف هكا، فباش نبدلهم باش الا سخو كاع لا شوميز ولا بغاو يبدلوا ديت له هذا التريكو هكا، كيجي هكا باليدين طوال هكا، فعجبني على هذا الشكل. بالنسبه لي شوسور فديت له من عند فانس، ديت له هذه تجي على هذا الشكل هكا متينه البنات، مخيطه يعني، وحتى هنا ماشي كتان ولا، شوفوا يعني الشرك زويون فعجبتني انا. هذه تمشى له مع البلو جين ديالو. هذا بالنسبه لولدي الكبير. ولدي سليمان خوه ديت له حتى هو
لا ماشي هذا. بالنسبه للشوميز اللي ديتها لسليمان، فديت له هكا لا شوميز هكا بلو، هكا هاد بلو بلو كلير هكا. حتى هو درت له واحد الكرافطه، درت له بحال هكا، هي كتجي سامبل هكا شفتو، مع هاد البلو كلير والبلو مارين عطا واحد ستيل زعما لا كلاس على هاد الشكل هكا. بالنسبه للسروال ديت له هكا بلو جين فونسي هكا، جين هكا فونسي على شكل سليم هكا. والجيلي ديالو ديت له بحال الكرافطه والجيل، ديت له هكا جيلي بلو مارين على هذا الشكل، نفس الكاليتي ديال الجيل الاول الكري، فيه لا كولور مبدله، لان قلت لكم لهذا الجيل عجبني هكا. بالنسبه للتريكو حتى هو اللي زياده، ديت له هذا الشكل هكا، ها هو هكا يبدل فيه، زوين البنات الصراحه، ولقيتهم اصلا دايرين فيهم لي بروموسيون، كما هذا الاخر كان الاول 30% وهذا 40%. هذا طيب. بالنسبه لي شوسور ديالو ديت له الباسكيت من عند اديداس، ديت له هذه هاد الشكل البنات اللي كنت شفتوها معايا بعدا في الفيديو، هادي ديت له هادي. ولدي انا هذا الزوج كيتحاول على لي باسكيت ديالو، وعلاش درت له البيض لان البيض خطر مع الوليدات الصغار، وعجبتني في الاخير هذه وديتها له، حتى هي متينه مخيطه وزينه، يعني غتصبر معاه. هذه اللي ديت ولدي عدنان. واشنو ديت له هو؟ ديت له حتى هو واحد الشوميزه، حتى هو هذيك الزعبوله الصغيره، ديت له هاد لا شوميز هكا، ديتها له في الابيض وفي اليدين والعنق ديالها فيها البلو سيال هكا، فيها البلو بلو كلير هكا. ديت معها الكرافطه بحال ديال خوه، الكرافطه هكا سامبل بلو مارين هكا. ديت له الجيلي بحال خوه هكا في البلو مارين هكا، الجيلي اللي لبسو. وبالنسبه للسروال فديت له هو جوج سراول، لانه الولاد الصغار راكو عارفين. ديت له هذا السروال هكا فونسي هكا بلو جيل، وديت له واحد هكا شويه عليه، ها هو هكا يبدل فيهم. التريكو اللي ديت له حتى هو ديت له الحاجه اللي كيبغيها باو باترول البنات كيموت عليه، ها هو هكا باش يبدل فيه، وحتى هو كنت لقيته بروموسيون 20%. بالنسبه هو الباسكيت هو ما شريتلوش هاد المره، لانه المره اللي فاتت كنت شاركت معكم في واحد الفيديو المشتريات اللي درنا من الليل، اللي كنت ديت لهم هكا لي شوسيور، ديت لهم هكا كسوه، فهو كنت لقيت له لي شوسيور ومن عند فيربودي، وهذا الشكل هذا لبسوهم مع الجين. حتى كنت شاركته معكم البنات، مع خليت له واحد العيد. هذا هو سي بون. بنتي اشنو شريت لها؟ بنتي كان عندها هاد اللباس هذا هنا في البلاكار على هذا الشكل هكا، هاد اللباس غتعيد به ان شاء الله هكا، كيجي حتى من اللون هكا داير عريض وزويون. غندير لها هذا ان شاء الله، وعلقت لها هنايا باش ما يديرش. غدير معاه لي شوسيور، غادي دير معاه هادو، حتى هادو كنت شريتهم لها المره اللي فاتت من عند فيربودي هكا. ومن فوق اللباس بما انها الدعوه بارده شريت لها هذا تيجي لي، هذا يجي من الفوق هكا، يعطي واحد المنظر زوين للبنات. نوريكم، غادي يجيها هكا شفتوا، فغادي يعطيها منظر زوين. حتى هي جبت لها يعني حاجه زياده باش تبدل، راكو عارفه حتى هي بيتها الصغيره، جبت لها هذا السروال هذا هكا في الغوز، جاي بحال شويه قاصح الاستيك، ماشي تجين. المهم هذا السروال هكا في الغوز باش يتمشى لها يعني
باش يتمشى لها مع هكا مع الباسكيت ديالها. يعني هادو درت لها واحد التريكو حتى هي هكا باش تبدل فيه على هذا الشكل. زويون البنات هكا هو. صاي هادو هما اللي شريت لوليداتي على حساب العيد. اما بالنسبه للبنات انا باش غادي نعيد فاختاريت هذا القفطان هذا، جبته معايا يعني ملي كنت في اكادير، ملي كنت في البلاد. شريت هذا القفطان بهذا الفيغ هذا البنات، خطير البنات كي راكم تشوفوها. هو جي على هذا الشكل. الخدمه ديالته متقونه البنات. هذه راه هي الحزامه ديالته، شوفوا البنات الخدمه متقونه البنات. هكا اختاريته بهذا الفيغ. وهذه الحزامه ديالته هكا خفيفه، سواء تحزموا ولا تخليوه مطلوق. ديت هذا القفطان هذا هكا ان شاء الله للعيد. شريت له الشال بالمرشي، شريت له واحد الشال بالمرشي على هذا الشكل. ها هو ها هو البنات الشال اللي يجي معاه زويون، شويه فونسي عليه هكا، يعطي واحد لا كولور زويون. هكا الشال ديالو صاي. وبالطبع يعني حتى هي الشده مع الشال كتمشى واحد نفس لا كولور شده معاه. كذلك يعني ملي كنت في المارشي اغتنمت الفرصه وشريت هكا شده في الكري، وهذه في الفيغ دوموم واحد اخر، لون واحد اخر هكا، وهذا في البيج، وهذا هكا في القهوي هكا شويه كلير هكا مزيان. هادو شدات. وواحد الشال ديتو هكا في الخواز هكا فونسي ديتو هكا. اما باش نخرج ان شاء الله فشريت عندي هذا نوريكم. انا موجده كلشي علقت هنايا. فلاغوب البنات تجي على هذا الشكل. فلاغوب اللي غادي نخرج بها ان شاء الله هكا دايره بحال لا كولور ولكن فونسي عليها. هاد المره عجبني هاد لا كولور. فهنا البنات جيت على هذا الشكل هكا، وفيها اليدين على هذا الشكل هكا. عجبني هاد لاغوب بزاف، عجبتني هكا. ديت لها البنات جيلي، ما بغيتش ندير مونطو ولا فيست، ديت لها جيلي حتى هو. ديت لها هكا نوريكم يجي معاه. هاد الجيلي هذا هكا غليظ وطويل البنات، شوفوا طويل حتى هو تحت الركبه، وكيجي على هذا الشكل هكا. غيتلبس محلول بالطبع. واليدي ديالو هكا راه يعني حامي سخون هكا. بالنسبه للخرجه هذه هي اللبسه. درت معاه البنات بالنسبه لي زاكسيسوار، درت معاه وحدين هكا كيتباعوا مع لي غوب، كديريهم على حساب لي غوب كيجيو على هذا الشكل هكا. دي بحالتي الا بغيت ندير لي زاكسيسوار راكم عارفين بحال هكا. بالنسبه للصاك فغادي ندير معاه هذا الصاك اللي قلت لكم، يعني كنت شاركته معكم في واحد الفيديو ديال من عند قيس، فجاي نفس الستيل هكا. فغادي نستعملوا مع هذا الصاك ان شاء الله هكا. غادي يجي البنات خطير، غادي يجي البنات في اللبسه. سي بون حتى هو خليته هكا جديد، خليته للعيد صاي. هذه هي اللبسه. والشال البنات هذا اما غادي ندير له هذا الشال ديالو حتى هو، يعني جاي معاه كيجي مع جوج لي كولور، ولا ندير له شال كحل. وبالنسبه للبنات للزوج ديالي فخديت له هو هذا الجابادور هذا كيجي فيه 3 بياس هكا، كيجي على هذا الشكل. هما راهم معروفين هادو، فديت له هذا الشكل. المهم السروال ديالو ها هو هنا لتحت، ها هو راني معلقاتو هنا هكا ان شاء الله باش يعيد به صاي. هذه هي البنات الملابس ديالتنا. دروك نمشيو البنات نحضر معكم واحد 4 انواع ديال الحلوى اللي غادي يكونوا فنين وغزالين هكا، تحطوهم صباحيه العيد. نبداو البنات الحلوه الاولى ديالنا غادي نشارك معكم، وهي حلوه الريش بونت
اللي كتجيب واحد الديكور مختلف، يعني ما كتبقاش مكوره كما كان المعروف ديال زعما الريشبوت. هذا الريشبون مختلفه ان شاء الله، هكا باش تقدموها في الطبسي، يعني نهار صبحيه العيد تقدموها بواحد التقديم مختلف. بالنسبه لمقادير البنات، غادي نديرو هنايا كميه 4 البيضات اللي كتعطيك واحد الكميه وفيره ما شاء الله. كنديرو 4 البيضات، كنزيد لها كاس سكر، يعني 160 غرام ديال السكر، كندير لها واحد الخمسه ديال الملح وكنحركهم مزيان. من بعد كنزيد لها الزيت، كندير 130 مليلتر ديال الزيت العاديه، كنحركها مزيان. اي حاجه كنزيدها البنات كنحركها مزيان باش كتدخل كاع هذيك يعني المقادير حاجه تدخل مع حاجه. من بعد كنحك واحد برتقاله، يعني نحكها مزيان هكا، تكون برتقاله كبيره، كنحكها مزيان وكندير القشور ديالتها. هذيك القشور البنات كيعطيها واحد اللذة رائعه البنات الصراحه، يعني ملي كتاكلوها ما كتحسوش بلا فاغير راكم تاكلوها، ولكن كتحسوا بواحد المذاق زويون. من بعد البنات كنزيد الدقيق، كنديرو يعني نورمالمون انا دخل لي نص كيلو ديال الدقيق، ونتوما ديروا على حساب العجين، هكا احسن لان كل دقيق كيختلف على الاخر. ملي كندير الدقيق كنزيد معاه 7 غرامات ديال خماره ديال الحلويات. صاي البنات كنحصلها واحد العجينه كتكون هكا متماسكه، ما تكون قاصحه ما تكون رطبه بزاف، وكنشكلها على هذا الشكل هذا البنات. كراكم تشوفوا كندير بحال واحد الباطو صغير، بحال واحد المركب صغير هكا. غادي نوريكم الطريقه هكا، كنسرحها في يدي هكا بحال واحد الصبيه، وكنوطلها في الوسط، كندير بحال واحد الحفره في الوسط، ومن بعد نقرص لها الجنان منا ومنا، كتعطيني هذا الشكل زويون هذا البنات. اما تنساوش البنات انكم تصغروا الشكل، ما تكبروش بزاف لانه مازال غادي تنفخ في الفران وتكبر معنا شويه. صاي كنكمل هاد يعني الديكور هذا ديالي نكملو كامل. العجينه ديالتي كندخلها البنات في الفران عادي 180 درجه، شاعل الفوق والتحت كطيب معايا، ما كنخليهاش تحمر بزاف باش ما تقصحش ويشربها زعما هكا الفران. كنديرها شويه 10 دقائق ربع ساعه، كتشوفها قلبت معايا، يعني المرة كل مره هكا تعرف الفران ديالها صاي، وكنخرجها ما كنخليهاش حتى تحمر البنات. ملي كنخرجها البنات ديريكتومون كنحطها في الكونفيتير. هنا الكونفيتير البنات خدمته اللي كنديرو فيه الريشبوند عادي، كناخذ الكونفيتير هكا، خذوا القياس اللي بغيتو، كتزيدوا عليه كديروا معاه. انا بحال هنايا درت 200 غرام ديال الكونفيتور، زدت عليها واحد نص كاس ديال التين، هذاك البرتقاله اللي درت لها القشور هذيك هي اللي عصرتها، جاتني فيها نص كاس صغير، وزدت معاه 2 معالق ديال الماء زهر، طيبتهم فوق النار هكا حتى طبخوا معايا واحد شويه، وصاي وراني نحط فيهم هاد الحلوه ديالتي. كنحطها كنخليها دقيقه كاع ما كاملاش، ومن بعد كنديرها كنفندها في الكوك هنا البنات انا عندي شويه غابي، يعني شويه مطحون ماشي كاع هكا غليظ، شويه هكا مطحون، كنفندو وكنحطها في الطبسي ديالها. هذه هي الحلوه ديالتنا راها موجوده. الحلوه الثانيه البنات، هذه حلوه ديال الكاوكاو اللي كتجي معلكه رائعه، حلوه جديده وزوينه. بالنسبه للمقادير البنات ديال هذه الحلوه، هنايا خديت مقادير ديال كيلو ديال القوقاو. هنا غادي ندير 6 البيضات هما الاولى، كندير معاهم ديما الحلوه، كندير معاهم حتى واحد القبيصه ديال الملح، كنحرك مزيان هذاك البيض باش يتحل معايا مزيان هكا، كنزيد له 2 كيسان ديال السكر البنات. بالنسبه للكاس هنايا كاس ديال العنبه، خذوا من الكاس اللي تاخذوا تعبروا به السكر وعبروا به الزيت هكا باش يبقى لكم نفس العبار. كنحرك وكندخل هذاك السكر مع البيض مزيان البنات حتى يولي لي كريمه، كتولي لي طالعه شويه، وهذاك البيض كيولي ما يبقاش صفر، كيولي بالابيض شويه هكا، غيبان لكم الفرق. انا هنا في الاول كنت نستعمل الطراب اليدوي هكا العادي، ومن بعد بين يعني يدي عيات استعملت هكا الطراب الكهربائي باش في الساعه نكمل. من بعد نبدا نزيد واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، وكذا هو كنخلطو مزيان البنات. موراها زدت 2 معالق كبار ديال مربى ديال المشماش، يعني كونفيتور ديال المشماش ولا لابريكو، خذوا منه من 2 معالق كبار. هكا كيعطي واحد التعليكه زوينه حتى هو في الحلوه. هنايا زدت نص معلقه ديال القرفه،
هذه البنات كتعطيها واحد المذاق رائع. القرفه والكاوكاو صراحه يعني مذاق زويون. صايي خلط هاد المقادير كاملين. الا عندكم البنات المسكه الحره تقدروا ديروا شويه ديال المسكه الحره، الا ما عندكمش ماشي مشكل. بالنسبه للخليط البنات هذا ما فيه لا دقيق لا والو. هنايا خديت كيلو ديال القوقاو ولا الكاوكاو. حمرته هكا في الفران، ما تقليوش البنات باش يبقى يعني صحي بعدا على الاقل. حمرته في الفران، نقيته بالقشور ديالو وهرمشتو، يعني ما طحنوش مزيان حتى يولي لي معجن، ولكن هرمشتو ما بين مهرمش ويعني ومطحون مزيان، يعني ما بين هذا وهذا. صاي وراني كندير في الخليط ديالي، يعني ديال البيض اللي طلعت وكنخلط هكا. جبت واحد لا سباتول راني نخلط شويه بشويه. وزدت هنايا واحد الخماره ديال الحلويات 22 غرام. يعني انا عندي الساشي هنا فيه 11 غرام، درت زوج ديال لي ساشي. نتوما الا كانت عندكم الساشي ديال 7 غرامات ديروا زوج ونص. المهم ما تكثروش بزاف الخماره باش ما تبقاش تنفخ معكم بزاف. انا هنايا خلطت الخليط ديالي البنات مزيان. كي لاحظتوا انه كيجي شويه جاري ماشي مشكل، لان هذا الخليط ديالي غادي يبات. انا هنا البنات راه هذا الخليط بات لي حتى الغد ليه، وراني نكمل معكم هنايا الحلوه. سي نورمال. هنا البنات سي بون غد ليه من باتت معايا هاد الحلوه. جبدتها كما كتشوفوا صاي كتبقى ساهله انكم تكوروها. هنا عاونت فهاديك الغرفيه فيها مزهر، درت واحد شويه دات مزهر هكا باش لان الحلوه جات معلكه، بما ان فيها السكر يعني السكر فغتلصق معايا يعني شي حاجه طبيعيه. فقبضت هنايا شويه دات المزهر كنفخ به يديا وكان صايي وكنقبض ندير كويرات دواور. بنات ما تكبروهمش بزاف، راه اصلا غادي تنفخ معنا الحلوه في الفران وتعطي واحد الحجم كبير، فانتوما ديروهم دواور صغار هكا وصايي. من بعد نفندهم في السكر كلاصي كما كتشوفوا. نحطهم هكا في الطاوه ديالتي. كنجيب واحد نص قرقاعه، ولا تجيبوا لوزه، ولا تجيبوا قوقاوه، ولا تجيبوا بيستاشا ولا بندقه، المهم اللي عجبكم الاختيار. انا عجبتني هنايا ندير نص قرقاعه. ديجا كنت شاركت معكم في الطقه ديالي درت من عند ليدي، جبت هذا القرقاع هكا كيكون رخيص وكيكون هكا زويون. فدرت نص قرقاعه في حبه حلوه هكا. ما كنضغطش عليها بزاف، كنضغط عليها اي شويه وصاي. دخلتها الفران البنات بحال الطريقه ديال الغريبه. درتها الفوق الاول، شعلت عليها من الفوق حتى تشققت معايا، ومن بعد هوتها لتحت ربع ساعه البنات ما كاملاش وصاي، والحلوه تكون موجوده. اما بالنسبه للحلوه الثالثه البنات، هنا غادي نحضر معكم الفقاس. الفقاس اللي كديروه بواحد السرعه كبيره، ما تبيتوه ما ديروا حتى شي حاجه ديريكتومون من الفران، ميم با يقعد واحد ربع ساعه وتقدروا تقطعوه بكل سهوله. بالنسبه للمقادير ديالو البنات، هنا البنات درت 6 ديال البيضات، بيضات متوسطه الحجم. هاد 6 البيضات كيعطيكم تقريبا واحد لا كونتيتي كتكون كبيره ديال الفقاس، يعني كيعطي ما شاء الله. هنا درت معاه البنات مع البيض درت 300 غرام ديال السكر كيبقى اختياري البنات، الا بغيتو تنقصوا ولا تزيدوا. المهم 300 غرام هي الحد الكبير، تقدروا تنقصوا عليه الا كنتم ما تبغيوش السكر. درت معاه هنايا جوج الشاصيات ديال التفاني، حركتهم مزيان. من بعد البنات زدت 300 مليلتر ديال الزيت بحالها بحال السكر، حتى هي دخلتها وحركتها مزيان دخلت مع المقادير. زدت عليه الجنجلان البنات، حمرته في واحد المقله هكا باش يطلق المذاق ديالو هكا كما نقولوا صهدتو هكا. عندي 200 غرام ديال الجنجلان، 200 غرام ديال اللوز اللي كيكون عادي ما نفختو ما والو، عادي قطعته شويه هكا بالسكين باش يسهل يعني في العمليه ديال التقطيع. من بعد من غادي يطيب معايا فقاس وصاي. 200 غرام ديال اللوز كذلك. وبالنسبه للزبيب كيبقى اختياري، اللي محبين الزبيب يقدروا يديروا. انا درت هنا 100 غرام ديال الزبيب، اللي ما كيبغيوهش ما ديروش البنات ماشي مشكل. ودرت واحد جوج معالق كبار ديال النافع حتى هو صهدتو هكا في واحد المقله وطحنتو شويه هرمشتو هكا شويه خفيف بحال ملي كنديروا الكعك. وصاي البنات زدتو حتى هو في المقادير. درت كاس علبه ديال عصير البرتقال كيعطيها واحد المذاق واحد الذره رائع البنات.
وبالنسبه لخميره الحلوى درت ساشيه وحده فيها 15 غرام. الا كان عندكم ساشي ديال 7 غرامات ديروا جوج ديال الساشيات. اما الدقيق فكيبقى على حسب الخليط. المهم العجينه ما تجي ما غليظه، ما يعني عفوا ما تجي ما قاصحه ما جاريه. صاي من بعد البنات ديريكت روليتهم على حسب الحجم. انا عطاوني هنايا 5 ديال الحرابل عفوا. سي بون درتهم هكا وشرب بيناتهم لانهم مازال غادي يطلعوا يتنفخوا شي شويه وخصهم ليسباس باش ما يتلاصقوش. انا هنا جبت واحد البيضه جبتها كامله، يعني ما درتش الصفار وحده. درت معاها شويه الحليب ودرت معاها شويه الكاوكاو باش يعطي اللون. ما كثرتش بزاف لانه ديريكتومون ديجا البيض من فيه الصفار غادي في الفران يحمر البنات. صاي دهنت هذوك الروليات كاملين ومن بعد زوقتهم هكا بواحد لافورشيط هكا. درت لهم هكا هاد الخطوط هكا باش يعطي واحد المنظر زويون. دخلهم البنات في الفران اللي كيكون عادي 180 درجه عادي، ما تكثروا لهمش الطياب بزاف، يشد راسو يبدا يعطي هذاك اللون الذهبي وخرجوه البنات باش يبقى هكا رطب وهكاك البنات ما يتفتتش معاكم. انا هنايا ديريكت خرجته بلا ما دفى معايا هكا واحد ربع ساعه كاع لانه باش ما يبقاش حامي ما نقدش نقطعو. وصاي وديريكت غنقطعو. لابد البنات الحبه ولا زوج شويه بعض المرات يتفتوا معاكم لان الا كانت اللوزه مع الجناب فغادي تطردق. عادي كي راكم تشوفوا هنايا قطعته معاكم جا اللوز كامل مغطي الفقاس ديالنا، جنجلان كامل هكا مغطي. واحد المنظر زوين البنات حتى الريحه ديال النافع طالعه منه زوينه البنات. صاي غادي نقطعوا البنات كامل، غادي نفرشوا في واحد الطاوات كاملين وندخل الفران يتحمر من الفوق ومن التحت على درجه ديال 180 180 درجه حتى يتحمر معايا كامل وهكا والفقاس ديالنا يكون موجود. بالنسبه للبنات الحلوه الاخيره الحلوه الرابعه حلوه كتكون زينه. هاد المره نديرها لكم كيكون فيها الشوكولات وكتكون لا باز ديالها مخدومه بالمايزينا اي نشا الذره. بالنسبه للمقادير البنات غادي ناخذ واحد 250 غرام ديال الزبده خاصه بالحلويات، غادي نخدمها مزيان مع كاس ديال سكر سنيده وواحد ساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملح. نخدمهم مزيان البنات حتى تولي لي هذيك الزبده والسكر يوليو لي بحال الكريمه. من بعد البنات نزيد ليهم كاس ديال الزيت، كاس عنبه ديال الزيت بحالو وبحال العبار ديال كاس ديال السكر. ونزيد عليهم جوج ديال البيضات البنات، البيضات يكونوا متوسطات من الحجم المتوسط. نخلطهم مزيان حتى تولي هذيك الدعوه كامله هذيك الزبده وهذاك السكر والبيض يتخدم معايا يولي كريمه البنات يولي هذاك الشيء رطب. كنزيد لهم واحد الخماره ديال الحلويات ديال 7 غرامات. وكندير موراها المايزينا ديالتي او نشا الذره. انا هنايا كتدخل لي في هاد 250 غرام زبده وجوج بيضات كتدخل لي 750 غرام ديال مايزينا. البنات يعني كتدخلوها كامله مايزينا فيها نوع واحد ما فيهاش 20 ماشي بحال الدقيق. هذيك 750 البنات خصكم تدخلوها كامله في هذيك الخليط. صايي كنجمع العجينه ديالتي كتجيني على هذا الشكل هذه ما قاصحه ما رطبه. المهم كاشه راسها وكتلوى معايا بسهوله. صايي البنات هنا البنات غادي نديرها في واحد الطاوه غادي ندير كويرات هكا. الا بغيتو تقدوا انكم توزنوا كل كويره توزنوها ديروا فيها مثلا 12 غرام ولا ديروا فيها 14 ولا ديروا فيها 10 نتوما والاختيار ديالكم على حسب الحجم اللي راكم باغيين. هنا ما تنساوش انها حتى هي مازال غتدخل الفران وغادي تكبر في الحجم ديالها لان فيها الخميره شي حاجه طبيعيه. صاي البنات ندخلها للفران هنايا فران على درجه الحراره 180 مشتعل الفوق والتحت. نخليها حتى ما تحمرش البنات نخليها تقبض راسها نعطيها البنات 12 دقيقه حتى 13 دقيقه تقبض راسها ونخرجها. ما تخليوهاش تحمر بزاف. انا في واحد السنيد الزاوج شويه فاتت عليه يعني ماشي تحرق ولكن ولات ذهبيه ونورمالمون ما خاصش تولي ذهبيه باش ما تقصحش معنا. كتبقى كشتو الحلوه ديال المايزينا كتجي هشيشه بزاف كتفتتي راسها داكشي اللي بغينا. هنا البنات بالنسبه للتزيين ديالها ناخذ هنايا ذوبت الشوكولات الاسود الكميه اللي راكم باغيين المهم على حسب الكميه ديال الحلوه اللي تخرجكم. انا هنا درت جوج ديال الباكيات ديال 200 غرام. هنا درت 400 غرام ديال الشوكولات الاسود
ودرت معاها واحد 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه باش كتعطيها هذيك اللمعه، وكتجي خفيفه هكا الشوكولات. ومن حرك ديك الشوكولاته اللي دابت معايا زدت لها البنات البخاله. هنايا ما بانليش، ما صورتوش معكم، ولكن البخاله هذا كنت غادي نحط لكم التصويره ديالته، اذا كنت شاركته معكم في الفيديو يعني السابق. هاد البخاله البنات اللي الا ما كانش متواجد ديروا بلاصتو، يعني اما كاوكاو مهرمش ولا لوز مهرمش ولا اي حاجه تكون مهرمشه هكا، كتعطيها واحد المنظر زويون. انا هاد البخاله اللي درتو لداخل زوقت بيه هكا من برا كما كتشوفوا، من راها مازال ما يبست البنات. درت البخاله هكا من فوق يعني هكا باش ينشف معاها، وغادي نديرها في كويرطات من بعد من تيبس معايا هاد الشوكولات، نديرها في كويرطات ديال التقديم وها هي موجوده البنات. وهنا الغزالات ديالي، هذه هي الحلوه اللي وجدت معكم. نتمنى تكون عجبتكم. كما كتشوفوا الريش بوند ها كي خرجت شكل جديد ديالها. كما قلت لكم تقدروا ديروها كونفيتور في الوسط ولا تخليوها هكا سامبل، انا قلت نخليها سامبل هكا. كاينه حلوه الكاوكاو المعلكه اللي كتجي رائعه سواء في المذاق ولا في المنظر ديالها، كتجي رائعه البنات هذه، وكتعطي كميه كبيره البنات. كذلك حلوه المايزينا اللي كتجي مزينه بالشكلات والبخانه اللي كيعطيها واحد المذاق يعني لا يوصف، رائع البنات. حتى هو كيعطي واحد الكميه رائعه البنات. واخر حاجه الفقاس اللي درتو معاكم واللي كيتوجد بسرعه، ما فيش انك تبيتيه ولا انك ديروا شي حاجه تما وكي راكم تشوفوا. ديجا راه عندي يعني باقي لي عاد سوا الريش بونس وهذا يعني باقي لي في لي بواط. انا وريتكم هنا التقديم ديال الطبسي هكا كيجي يعني ما عمرت لكمش كامل، فوريتكم هنا الشكل ديالو كيولي كيجي البنات كيبقى زويون، يعني الحبه ديالتها وافيه وكيبان فيها داك الشيء ديال اللوز وديال الجنجلان. هادو هما الاشكال الربعه البنات اللي شاركت معكم. ونقول لكم البنات نتمنى ان يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله حتى النهار ديال العيد، وباش تفوتوا معايا ونفوت معكم صبيحه العيد مع العائله ديالتي هنا بفرنسا. البنات نقول لكم نخليكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. بسلامه.